بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من رياكت مع هشام. في البداية كده ما تنساش تشترك في القناة وتدعمني بلايك او شير او كومنت لو عجبتك الحلقة. في البداية كده هحط عنوان صغير للحلقة، هو لك الله يا زمالك وجمهور نادي الزمالك. وبجد بجد من قلبي، مش تريقة ولا ضغينة. بجد نادي الزمالك نادي كبير وكيان كبير. انا ممكن بحكم التنافس الرياضي اللي ما بيننا اتمنى هزيمته في ماتش، اتمنى تعادله في ماتش، اتمنى هزيمته بطولة، خسارته بطولة. لكن عمري ابدا ابدا كاهلاوي ومشجع للاهلي وعاشق للاهلي اني اتمنى الشر للزمالك او كيان نادي الزمالك او انهيار لفريق نادي الزمالك. لان طول ما الزمالك قوي الاهلي اقوى. ده عرف عندنا كاهلاويه، اللي احنا دايما لما بنلاقي حد قوي بنبقى عايزين نبقى اقوى منه. فاحنا من مصلحتنا ان نادي الزمالك يبقى نادي قوي. حصلت احداث كتير الفتره اللي فاتت، اخرها امبارح بالليل. يعني المستشار مرتضى منصور، احنا هنبتديها من الاول. كان بيطلع في البداية كل يوم على قناة نادي الزمالك بالثلاث اربع ساعات لحد الفجر، شتيمة في يعني اي حد، شتيمة في اي حد، طبعا على رأسهم الكابتن محمود الخطيب. وعليه الكابتن محمود الخطيب راح عمل رفع قضية على المستشار مرتضى منصور بالسب والقذف. فطلع حكم بحبس شهر على المستشار مرتضى منصور. فجه المستشار مرتضى منصور راح يعمل طعن على الحكم، فاترفض وتنفذ الحكم. خلاص لحد دلوقتي احنا عارفين الكلام ده كله. المهم ان في قانون الرياضة وفي لوائح الأندية ان الرئيس اللي ياخد عقوبة مقيدة للحرية بيتشال من عنه الصفة. ده القانون. يظهر ان القانون ده مرتضى منصور مش عاجبه القانون اللي هو اللي يعني اللي بينظم اللعبة. فلحد دلوقتي قاعد في نادي الزمالك. فضل بعدها فترة قاعد جوه نادي الزمالك، رافض خالص القرار. ومجلس إدارة نادي الزمالك رافض القرار. وطبعا ده يعني كلام مش مظبوط. راح جه وزارة الشباب والرياضة بعتت لنادي الزمالك، قالت لهم لازم خلال شهر مايو يكونوا عينوا قائم بأعمال رئيس النادي. وزارة الشباب والرياضة اللي بعتت. فطلع كلام كده من جوه نادي الزمالك ان خلاص هيعينوا قائم بأعمال رئيس نادي الزمالك. بس المستشار مرتضى منصور بيفكروا اللي هو يبقى متحدث رسمي باسم نادي الزمالك ورئيس شرفي لنادي الزمالك وماسك الاشتراكات في نادي الزمالك. ده من جوه نادي الزمالك. ده بقى لحد امبارح بالليل بقى لما طلع المستشار مرتضى منصور. الاول قعد يلم اعضاء النادي، ماسك المايك وواقف في النادي وقعد ينادي يا اعضاء النادي بقى سيبوا حمامات السباحه، سيبوا الجناين، تعالوا شوفوا النادي اللي هيتقفل اخره اسبوعين. وقعد اكنه واقف في السوق. حاجه غريبه جدا. طبعا احنا قلنا هنعلق في الاخر، يعني انا هقول اللي حصل بس. فضل واقف في وسط نادي الزمالك ماسك المايك، يا جماعه يلي لابسه اشار اخضر الحقي النادي، يلي مش عارف بتعمل ايه الحقي النادي. رايحين كلنا يلا على القاعة أكنه رايح فرح. المهم قعد ابتدى المؤتمر الصحفي. طبعا مسك بقى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية. وطبعا الكلام مش هقول كلام مكرر. وأمير برضو طلع اتكلم كلمتين وقال لك المدرب اللي أنا لسه جايبه ده مين هيقبضه مين هيعمله. وطلع احمد مرتضى اتكلم. وطلع خالد لطيف قال لك لو مرتضى منصور مشي احنا كلنا هنمشي. ولا انت مش هتمشي لوزارة الرياضة، طبعا انت مش هتمشي مرتضى منصور بس، طلع قرار انك تشيلنا كلنا. طبعا هم عايزين يجروا وزارة الرياضة لحاجة تانية غلط، يعني تبقى تضر الكرة المصرية. لحد هنا والكلام خلص. طلع بعديها بكام ساعة مرتضى منصور
قال اللي هو قدم استقالته، وامير طلع قال اللي هو قدم استقالته، واحمد مرتضى طلع قال قدم استقالته، ومجلس اداره الزمالك طلع قال احنا كمان هنقدم استقالتنا. فهل الموضوع هينتهي لحد كده؟ لسه مش عارف، هنشوف الساعات الجايه هيحصل فيها ايه. انا اتوقع ان لا، لسه في كلام تاني وتالت ورابع. بس انا هتكلم لو هو الموضوع وقف لحد كده، يبقى الحل في ايد اعضاء جمعية عمومية نادي الزمالك، وفي ايدين رموز نادي الزمالك. الفترة اللي فاتت دي المستشار مرتضى منصور او آل مرتضى منصور كلهم كان هدفهم الشخصي وهدفهم يعني اللي معروف واللي الناس كلها شايفاه هو مرتضى منصور فقط. مرتضى منصور، التاريخ الزمالك ابتدى من اول ما تولى مرتضى منصور، هو كل كلامه بيرمي على النقطة دي، وطبعا هزاز الرؤوس نفس الكلام. ف رأيي ان دلوقتي الكورة في ملعب اعضاء جمعية عمومية نادي الزمالك، هم اللي يقدروا يغيروا الموضوع ده. لازم ناس تمسك النادي تكون بتحب النادي فعلا، واهمها الاول والاخير هو نادي الزمالك فقط، وليس مصالحهم الشخصية اللي احنا خلاص احنا بقالنا فترة كبيرة. ويعني اي حد بيمسك نادي الزمالك كله اهم حاجه مصلحته الشخصيه، واهم حاجه يطلع يرد على ده ويرد على ده. نتمنى ان اعضاء جمعيه عموميه نادي الزمالك يحطوا في مقامهم في قدام عينيهم مصلحه نادي الزمالك. لازم حد يمسك نادي الزمالك يكون عينيه بس على نادي الزمالك، ما يبصش للاهلي بيعمل ايه ولا في ايه اللي بيحصل. ركز في ناديك، ركز في ناديك، رجعه تاني للطريق الصحيح. يا اعضاء جمعيه عموميه نادي الزمالك، الموضوع صدقوني في ايديكم، الموضوع في ايديكم، انقذوا، انتوا اللي تنقذوا نادي الزمالك. مرتضى منصور واولاده طالعين يتكلموا يقولوا مين هيدفع ومين هيعمل. هو عايزين يحسسوكوا ان هم نادي الزمالك، ولو هم مشوا نادي الزمالك هيقع، وده مش هيحصل طول ما انتوا هتختاروا الاصلح للنادي. ورموز نادي الزمالك لازم تقربوا من النادي، لازم تقفوا جنب النادي. اعتقد ان الكابتن حسن شحاتة الجدير اللي هو يمسك بنادي الزمالك. انا بحب الكابتن حسن شحاتة جدا، واعتقد ان هو هيشوف ايه الاصلح لنادي الزمالك ويعمله. الكابتن محمود الخطيب مش رجل اعمال، ومع ذلك الحمد لله النادي الاهلي ناجح جدا. لو الكابتن حسن شحاتة باخلاقه العالية دي والناس كلها بتحبه، هتلاقي كله بيقف جنب نادي الزمالك وكله بيبص لمصلحة نادي الزمالك فقط. اتمنى من اعضاء جمعيه عموميه نادي الزمالك يحطوا الكلام ده قدام عينيهم، ويا رب يا رب نادي الزمالك يخرج من كبوته والموضوع ده يخلص على خير ان شاء الله. اخر حاجه احب اضيفها ان يوسف اسامه نبيه، على لسان الكابتن اسامه نبيه اللي هو لسه ما جددش عقده مع نادي الزمالك، ولا هو ولا سيف جعفر. اعتقد ان في عروض اتقدمت لهم من نادي بيراميدز على لسان كابتن اسامه نبيه. واعتقد ان الموسم الجديد يوسف اسامه نبيه وسيف جعفر هيكونوا في نادي بيراميدز. في نهايه الحلقه اتمنى اللي هي تكون عجبتكم، ولو في اي تعليق على اي حاجه شاركني بتعليقك، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه. محتاج دعمكم جدا، والسلام عليكم. نتقابل ان شاء الله بعد الماتش الاهلي والترجي النهارده باذن الله. السلام عليكم.